تذكرة الدرجة الثالثة ب50 جنيه في مباراة الأهلي والهلال السوداني. مجلس إدارة النادي الأهلي بعد الانتهاء من اجتماعه مع شركة تذكرتي والمسؤولين والقائمين على المباراة قدر إن هو ينزل سعر التذكرة ويخفضه إلى أقصى حد ممكن يقدر يعمله، وقدر يخلي إن تذكرة الدرجة الثالثة ب50 جنيه وتذكرة الدرجة الثانية ب60 جنيه والدرجة الأولى 200 جنيه، أما المقصورة الأمامية ب 600 جنيه. ولكن خلينا نقول إن الأغلبية أو الرقم الأكبر أو الرقم اللي بيكون فيه الحضور الجماهيري وجماهير النادي الأهلي اللي راح تشجع بشكل قوي وموجودة، وزي ما بيقولوا المدرجات زي ما بيقولوا عليها، هي جماهير الدرجة الثالثة. كانت تذكرتها ب50 جنيه في خطوة مهمة جدا. وكمان أعلنت الشركة النهاردة أو الأهلي أعلن بشكل رسمي إن النهاردة الشركة هتطرح التذاكر بعد منتصف الليل. هيكون التذاكر موجودة على سيستم تذكرتي تقدر الناس تحجزها. طبعا كل ده تسهيل. طبعا فكره ان احنا نعملها قبليها باسبوع او ان هي تكون مطروحه قبليها باسبوع، فكره تخفيض سعر التذكره، اعتقد ان ده شيء مهم جدا 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 جدا. شيء مهم من مجلس اداره النادي الاهلي بنشكرهم عليه، شيء بنشكر شركه تذكرتي عليه، وبنشكر كل المسؤولين والقائمين في الدوله على ان هم قدروا ان هم يسهلوا يعني زي ما بيقولوا كده العمليه على جماهير النادي الاهلي. طبعا في ناس كتير جدا لسه ما عملتش تذكرتي او الفرق اي دي. خلينا نقول ان الموضوع مش صعب، الموضوع سهل. اللي محتاج اي مساعده في التسجيل ممكن يبعت لنا على المسج ونحاول نساعده ان شاء الله باذن الله. كل الناس تسجل، كل الناس تبدا تحاول تشتري التذكره ان شاء الله باذن الله. جمهور النادي الاهلي يكون في ظهره ويكون خلف الفريق في المباراه المهمه والمرتقبه يوم السبت القادم ان شاء الله الساعه 9 1 ابريل. الاهلي والهلال السوداني، مباراه الصعود او تحديد الصاعد من المجموعات، وان شاء الله تكون صعود النادي الاهلي. خليني اقول لك ان احنا في النقطه دي وفي المرحله دي كده يبقى الكل عمل اللي عليه. خليني اقول لك ان الكل عمل اللي عليه. مجلس اداره النادي الاهلي عمل اللي عليه من تهيئه كل الاجواء والظروف للعيبه. المباراه يوم 1 ابريل، المباراه بحضور 50,000 مشجع. اعتقد ان ده اكتر شيء او كل حاجه قدر الاهلي ومجلس ادارته يوفرها للعيبه. النادي الاهلي اعلن الانسحاب من كاس الرابطه والاعتذار عن كاس الرابطه الانديه عشان المباراه اللي تم رفض تاجيلها، مباراه المصري يوم 27، من اجل اراحه اللعيبه وما يبقاش عليهم اي ضغوطات قبل لقاء الهلال السوداني، في قرار مهم جدا وتاريخي. خليني اقول لك كمان ان جمهور النادي الاهلي بمجرد ما يتم فتح السيستم لحجز التذاكر، انا بقول لك ان الموضوع مش هياخد وقت كبير جدا، يعني كبيرك نص ساعه ساعه بالكتير عشان العدد. وانا عارف ان السيستم طبعا هيبقى الموضوع صعب جدا عليه نتيجه الاعداد المهوله اللي هتبقى داخله، لكن تقدر تقول ان ان شاء الله باذن الله هيكون في متناول الجميع التذكره. ولكن الجمهور هيخلص التذاكر، ال50,000 هيكونوا متواجدين في الملعب. يبقى كده مجلس اداره النادي الاهلي عمل اللي عليه. الجماهير هتعمل اللي عليها بشرائها للتذاكر وتواجدها في الملعب. طبعا ده غير ان هي اكيد راح تشجع. خليني اقول لك ان المسؤولين في الدوله والقائمين على حمايه المباراه وتامين المباراه عملوا اللي عليهم، والجهات الامنيه وكل المسؤولين عن المباراه الكل عمل اللي عليه وهيئ الظروف. يتبقى دور ال11 لاعب او ال11 راجل اللي لازم يكونوا في الملعب، اللي لازم يكونوا في الموعد، اللي لازم يكونوا عارفين ان بعد الملحمه اللي حصلت من مجلس اداره وقرارات تاريخيه من مسؤولين في الدولة، من جماهير النادي الأهلي، من الدعم اللي حاصل من الجمهور، من الإدارة، من كل الدولة، لازم اللعيبة تكون على قدر الحدث، لازم اللعيبة تكون على قدر وفي الموعد اللي يعني تلخص بقى كل الحاجات الجميلة دي في الصعود إن شاء الله بالفوز، ويكون فوز تاريخي وكبير وعريق. ولكن خليني أقول أهم حاجة للعيبة، لأن دي من النقط اللي أنا كنت بتكلم فيها امبارح. غياب الجماهير عن المدرجات ما خلى ان اللعيبه بتشوف ال 3000 بتتخض. فخد بالك انت عندك لعيبه كتير هتبقى اول مره تلعب قدام ال 50,000. عايز ان اللعيبه، احنا في فرق بين ان انا اقول لك اعمل اللي عليك، في فرق بين ان انا اقول لك طلع مجهودك، في فرق بين ان انا اقول لك ان انت محتاج تطلع كل نقطه عرق، محتاج اقول لك ان المجلس الاداره عمل اللي عليه، الجماهير عملت اللي عليها. ده كله عشان تحفيزك. ال 50,000 مش جايين ينتقدوك، ال 50,000 مش جايين يهاجموك، ال 50,000 جايين يدعموك، ال 50,000 جايين عشان عارفين ان قوه النادي الاهلي في جماهيره. فكلهم جايين عشان يبقوا في ظهرك. مش عايز اللعيبه ترتبك، مش عايز اللعيبه ركابها تخبط في بعض. طبعا مش بتكلم على كل اللعيبه، ولكن بتكلم على الاغلبيه، لان الاغلبيه ما شافتش العدد ده من الجماهير، ما لعبتش تحت ضغط ده
بعدد كبير من بالاخص ان هي تكون جماهير النادي الاهلي. 50,000 متفرج اهلاوي، اعتقد انه رقم، بقول لك في لعيبه ما لعبتش في حياتها قصاد الرقم ده، ويكونوا كلهم جماهير النادي الاهلي. يعني ممكن يكونوا لعبوا مثلا في كاس العالم للانديه في المغرب، كان متواجد جماهير في الملعب، ولكن ما كانوش كلهم منتمين للنادي الاهلي وكلهم بيهتفوا للنادي الاهلي وكلهم على قلب وصوت رجل واحد. ده بالنسبه للعيبه هيبقى موقف صعب، بالذات في مباراه مصيريه، مباراه بيتحدد فيها يعني الصعود من المجموعات. فانا بتمنى ان اللعيبه تفرق ما بين ان هي تكون متوتره وتكون خايفه، وفي فرق بين ان هي تكون فاهمه ان ال 50,000 جايين يشجعوهم، ال 50,000 جايين يدعموهم، وان هم لازم يبتدوا يحطوا كده زي ما بيقولوا نقطه في بدايه المصالحه مع الجماهير، عشان ما حدش يفتكر ان الصعود والمكسب هو مصالحه الجماهير عن اللي حصل في مباراه سان داونز. لا، ده هيكون بدايه، لان بدايه صلح الجماهير هو الفوز بهذه البطوله، الفوز ببطوله افريقيا السنه دي. غير كده جماهير النادي الاهلي لم ولن ترضى عن اللي حصل يعني. فخلينا نقول ان اللعيبه لازم تفهم ان ده نوع من انواع الدعم. الجماهير دي جايه لصالحك، الجماهير دي مش جايه تخوفك، ما تخافش، وارد ان تضيع فرصه، وارد ان يحصل اي حاجه. خلينا نقول انها مباراه 90 دقيقه، الجماهير هتهتف ليك ال 90 دقيقه. اعمل اللي عليك، اتعب، حاول تثبت بس كل اللي الجماهير طالباه منك، انك نازل بروح الفانلة الحمراء، نازل ب روح النادي الاهلي، نازل بروح المكسب، نازل بروح الغيره على تيشيرت النادي الاهلي. دي اهم حاجه توصل للجماهير، ودي اهم حاجه مطلوبه من اللعيبه، ان هي زي ما بيقول عشان تجسد الملحمه اللي حاصله في الفتره الاخيره دي من زي ما بنقول مجلس اداره النادي الاهلي وقراره التاريخي بالانسحاب من كاس الرابطه، قرار النادي الاهلي بطلب الساعه الكامله للاستاد، موافقه الامن على 50,000 وكل ما يحدث، تخفيض سعر التذكره، وده بنشكر فيه مجلس اداره النادي الاهلي، وبنشكر فيه شركه تذكرتي، وبنشكر فيه المسؤولين والقائمين على كل هذا. بنشكر هيئه استاد القاهره اللي وافقت على ان لعب المباراه تكون في استاد القاهره، رغم ان في تجهيزات وزي ما بيقولوا كده بعض ال الاصلاحات للاستاد، ولكن قدروا يسابقوا الزمن والوقت عشان يكونوا في الموعد، وان ماتش الاهلي يكون على الملعب ان شاء الله باذن الله. فخلينا نقول ان كل الظروف وكل الناس بتحاول تخدم وتساعد النادي الاهلي، شيء لا يمكن انكاره. زي ما بيحصل وبيحصل تاثير كلنا بنقول ان ده اثر وده خبى جواب، لازم نقول ان هنا حصل يعني زي ما بيقولوا كده لم الشمل، والكل حط ايده في ايد النادي الاهلي عشان يوفر للنادي الاهلي كل متطلباته، واللعيبه دي ما يبقاش عندها اي حاجه غير ان هي تنزل تركز 90 دقيقه في المباراه، في المكسب، في الفوز، في الصعود، لمحاوله اخذ خطوه، محاوله اخذ خطوه في الطريق لمصالحه جمهور النادي الاهلي. دي هتبقى خطوه في محاوله صلح جماهير النادي الاهلي. انا بقول لك لا، مفيش حاجه هتصالح جماهير النادي الاهلي الا ان احنا ناخد البطوله دي ان شاء الله باذن الله ونتوج بيها، عشان الجيل ده يعني زي ما بيقولوا كده يعمل نقطه مضيئه في تاريخه بعد كام نقطه اللي مش كويسين اللي حصلوا، بالذات الماتش الاخير بتاع سان داونز. وخلينا نقول ان اهلا بال100 سوداني اللي هيكونوا موجودين في مباراه يوم السبت ان شاء الله، في 100 تذكره لجماهير الهلال السوداني الاشقاء اللي ان شاء الله باذن الله هيكونوا بيستقبلوا احسن استقبال وبيعاملوا احسن معامله. خلينا نقول ان كلامنا كله كان كوره، واتكلمنا ان انتم هتخسروا وهتخسروا سكور، وهيتم يعني زي ما بيقولوا كده تعريفكم حجمكم في الكوره ان شاء الله باذن الله. لكن فكره الصراعات الجماهيريه وهنعمل الكلام ده، انتوا الكلام ده بيعملوا الصغيرين، لكن ما بيعملوش الكبار. والجماهير المصريه جماهير كبيره، والكره المصريه كره كبيره، وجماهير النادي الاهلي بالاخص جماهير بتتكلم في كوره. جماهير النادي الاهلي بيبقى كل همها انها تطلع غلها وغضبها كوره. جماهير النادي الاهلي اللي بيهدي غضبها وبيثير فرحها ان تشوف فريقها بيكسب 4 و5 و6. دي الارقام اللي بتخلي جماهير الاهلي، هو ده بيبقى انتقام جماهير النادي الاهلي، ان هتشوف كوره في الملعب. احنا جماهير مناش في شغل الاطفال والصغيرين، وان انت تلاقي ناس بتنزل الملعب او تلاقي الكلام اللي حصل في السودان، ده مش من صفات الجماهير المصريه عموما ولا من جماهير النادي الاهلي بالاخص. كلامنا هيكون كوره، ومكسبنا هيكون كوره، وردنا في الملعب هيكون كوره، عشان نعرف كل واحد حجمه وحقيقته. عشان يعني في ناس كتير عاشت الوهم وصدقت نفسها الفتره اللي فاتت، ولكن ده من صنع اللعيبه اللي ان شاء الله باذن الله هترد اعتبارها اولا، ثانيا هتوضح ان كل حد يعرف ويلزم حجمه الطبيعي. ان شاء الله باذن الله هيتم طرح التذاكر
كمان ساعة من دلوقتي. اتمنى ان كل الناس تستعد وكل الناس تعمل الفان اي دي، وان شاء الله باذن الله يكون الفوز نصيبنا، وان شاء الله باذن الله يوم السبت تكون ملحمة تاريخية في التشجيع وملحمة تاريخية في المباراة اللي هيقدمها لعيبة النادي الاهلي. شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم، وان شاء الله باذن الله اشوفكم في حلقة جديدة من المشجع. سلام.